السلام عليكم. أنا ندى الجرح، مدرس مساعد في كلية الطب قسم الباثولوجي. الفيديو ده يعني اسمحوا لي ان انا اعمله، بس انا ما بنصحش اي حد ان هو يعمل اللي انا هقوله ده، وما بنصحش ان ده يبقى لايف ستايل، وما بنصحش ان هي دي تبقى الطريقة للنجاح كدكتور. بس هي الفكرة ان ايه، في واقع وهنحاول ان احنا نتماشى مع الواقع، والواقع هو ان احنا بنتزنق في المذاكرة. واللي يعرفني من ايام ما انا كنت في كليه يعني كنت ايه، على طول يعني بذاكر في الاخر وقت خالص، يعني دايما عنديش تايم مانجمنت كويس، تايم مانجمنت سكيل كويس. ودايما في البورتفوليو كنت بقول كده، يعني كنت بكتب في الريفلكشن بتاع البورتفوليو ان انا ينقصني التايم مانجمنت سكيلز. دلوقتي وانا كبيره الموضوع اتحسن، بدات انظم اموري احسن، مذاكرتي وطريقه المذاكره بقت احسن، بقيت عارفه انا مثلا بجيب احسن ييلد لما بعمل ايه بالظبط، اللي هو 3 مرات مذاكرة، وان انا احضر قبلها بشهرين و بس انا الفيديو ده هتكلم عن ازاي لو انت في ليلة الامتحان او انت قبلها باسبوع او كده تعمل ايه بالظبط عشان خاطر على الاقل تنجح، وان ما كانش تنجح تجيب ايه، درجات كويسة. طيب فرضا انت مش ليلة الامتحان هي، بس انت قدامك اسبوع مذاكرة. خلاص الاسبوع ده انت هتذاكر ماتيريال بتاع مثلا شهرين، يعني مثلا البطنة مثلا. خلاص تعمل ايه خلال الاسبوع؟ والله عندك كذا حاجة. اول حاجة ان انت هيبقى معسكر، وتفهم الناس اللي عايشة معاك في البيت لو انت عايش مع اسرتك ان ده معسكر، احنا محدش ينفع يكلمني معلش الفترة دي واستحملوني، بس انا معسكر دلوقتي. دي اول حاجة، ان انت تتفق مع الناس اللي في البيت. تاني حاجة ان انت تكلم حد اكبر منك وتجمع كل الماتيريال المطلوبه، او حد خد الراوند قبلك. تمام. طب ايه الماتيريال المطلوبه وايه الملخص المفيد؟ لو في ملخصات، لو في حاجات مختصره، لو في مايند مابس، لو في حاجات ملخصه، هي دي اللي انت عايزها دلوقتي. انت مش عايز لسه تستكشف الماده وتقرا من تكست بوك، ولا تستكشف الماده وتقرا من الكتاب، انت عايز الملخص المفيد. تمام. يبقى اول حاجه تتفق مع الناس اللي في البيت. تاني حاجه ان انت تكلم حد قبلك خد نفس الماده دي قبلك وايه، وهيديك هو الماتيريال كويس. وبعدين خلال الاسبوع ده انت مثلا عارف ان انت عندك 20 موضوع كويس. ال20 موضوع دول مينيمم تذاكرهم مرتين. خلاص طب هتذاكرهم مرتين ازاي؟ كل يوم هناخد ايه، 4 مواضيع، احنا اول 5 ايام خلصنا المنهج مره. طبعا ممكن الجدول ده ما يبقاش يعني رياليستيك، ما يبقاش واقعي، بس لما توصل ان اليوم الخامس خلص مثلا وناقصك 5 مواضيع، هتعرف تفرط ال5 مواضيع على ال5 ايام اللي باقي. انما لو انت، ده بافتراض ان احنا قدامنا 10 ايام، طب بافتراض ان احنا قدامنا اسبوع واحنا عندنا 20 موضوع، نفس الكلام. تحاول ان انت مثلا تخلي 3 ايام مراجعه و4 ايام مذاكره. تمام. فال4 ايام مذاكره يعني في 20 موضوع، يعني كل يوم 5 مواضيع، ال3 ايام مراجعه نلم بقى فيهم الحاجه. طيب ليه انا بقول انه الاحسن ان هم يتذاكروا مرتين؟ عشان خلاص هو الايفيدنس بيزد، الابحاث قالت ان الذاكره المره الواحده ما بتجيش كده. تمام. يعني ان انت عشان تفتكر المذاكره مره واحده وتفتكر الحاجه بعدها، لا مش هتفتكرها كويس. فالاحسن ان هي تتكرر. طيب لما تيجي تذاكر بقى هتقولي ازاي انا هخلص 5 مواضيع في اليوم والموضوع مثلا 100 صفحه؟ هقول لك ولا حاجه، هو 100 صفحه ده اوفر، مفيش موضوع 100 صفحه، بس جدلا يعني اقول لك هتتقري قرايه مجلات. قرايه مجلات مش مهم، فهمت 70% من الموضوع كتر خير الدنيا، ما انت برضو خليك واقعي، انت جاي تذاكر قبلها باسبوع، مش رايح تاخد نوبل. تمام. فاحنا ايه، هننجز عشان نخلص. فقرايه مجلات بسرعه جدا، ومش بالضروره تفهم كل حاجه، خلص وانجز. طيب دي في اول قرايه. تاني قرايه هتلاقي ان المحصله احسن ان شاء الله. طيب بعد ما تقرا قرايه المجلات وتهضم الموضوع بايه، بصوره واضحه، حاول ان انت يبقى في سيستم واضح للحل للماده، لان كل ماده هتلاقي ليها سيستم. تمام. يعني مثلا لو انت في بطنه يبقى انت عندك ايه، ساينس وسيمتومز، باثوفيسيولوجي، ايه الديفرنشال دايجنوزس بتاعك. طب وليه الدايجنوزس ده؟ فانت كده كده وانت بتذاكر حاول ان انت تمشي على الاسطمبه دي. ليه؟ عشان لو الامتحان نظري اسي، يعني كتابه اسي، ساعتها هتحتاج الاسطمبه دي تسترجعها في الامتحان. طب لو الامتحان ام سي كيو يبقى خلاص مش فارقه، انت قرايه المجلات دي هتجيب معاك زي الفل. بعدين كل الوقت اللي في خلال الاسبوع ده او ال10 ايام دول اللي قبل الامتحان عايزين نستغله، كل الوقت اللي ممكن تقدر تستغله استغله. يعني مثلا بتنشر غسيل، بتغسل مواعين، بتاكل. تمام. اي وقت
ان امكن استغلاله استغله. شغل ريكورد او شغل تسجيل للمحاضره، شغل تسجيل للمحاضره يقول لك ايه، يمشي معاك المذاكره، فبحيث الوقت اللي انت مش قاعد تذاكر فيه بالفعل في حاجه جنبك شغاله وهي بتذاكر لك اهو. تمام. قبل النوم خد لك ربع نص ساعه لحد ما تروح في النوم، حل امتحانات MCQ، مثلا قرايه في موضوع انت كنت مثلا مكسل قوي تقراه، فخلاص خده قبل النوم كده على السريع. واخر حاجه طبعا الامتحانات السابقه. تمام. ده في النص التاني من الاسبوع، يعني انت اول الاسبوع اللي هم الاربع ايام انت قريت، 3 ايام الاخاره بقى تقعد تحل امتحانات، والحاجه والمواضيع اللي ما جاش فيها سؤال قبل كده تتقري قرايه سريعه. بس يبقى انت كده خلصت المنهج الى حد ما كويس. طيب ندخل بقى في الايه، في الجزء المهم. لو احنا ليله الامتحان اهو وبكره الامتحان ومعانا 20 محاضره، هنعمل ايه؟ ولا حاجه، انت هتيجي على نفسك جامد. انت بتلعب طول الترم، جاي دلوقتي تهزر؟ لا طبعا مفيش هزار ليله الامتحان. هتيجي على نفسك بحيث ان انت حاول قدر المستطاع ان انت تطبق اليوم ده، ما فيهاش فن. تمام. هنطبق اليوم ده عشان هنذاكر 20 ساعه 24 ساعه زي ما ربنا يقدرنا. احنا النهارده اهو هنصحى بدري عشان الامتحان بكره، فهنصحى بدري على الساعه مثلا 6 الصبح، نعمل كوبايه القهوه المتينه، والامتحان بكره مثلا الساعه 10، فهنعمل كوبايه القهوه المتينه. احنا معانا حوالي 28 ساعه، قول هننام في النص 4 ساعات مثلا، حلو، بس يبقى احنا معانا كده 24 ساعه. انا مثلا عارف ان انا عندي في امتحان بكره ده 15 موضوع، كل موضوع ساعه مش اكتر من ساعه، هي الساعه ما تزيدش عن كده، وريح في النص ما بين كل موضوع والتاني 10 دقايق عشان مخك بس ما يتحرقش. خلاص. يبقى ساعه مذاكره و10 دقايق راحه، ساعه مذاكره و10 دقايق راحه. خلاص. خلصنا الموضوع في الساعه، اقلب على اللي بعده. حاجه مش فاهمها، حاجه عطلانه معاك، حاجه مش عارف ايه، اقلب. اقلب، مش مهم، مش وقته، احنا عايزين ننجح. خلاص. فالتكنيك ده ان انت تنجح، التارجت ان احنا ننجح. طبعا انت لا هتجيب امتياز ولا هتجيب جيد جدا، انت يا دوب تجيب مقبول او جيد، بس احنا عايزين ننجح. خلاص. وما تعملش كده، انا ما انصحش حد يعمل كده، بس احنا عايزين ندرك ما يمكن ادراكه. ندرك ما يمكن ادراكه ازاي؟ هنيجي على نفسنا، هنشرب منبهات طول اليوم للاسف الشديد، قهوه بقى، ريد بول بقى، ايا كان. هنطبق، مش هننام. النوم اللي مسموح ممكن 4 ساعات في اليوم كده بالليل، يعني مثلا من 12 ل 4، من 12 بالليل ل 4 الصبح. حلو الوقت ده للنوم، وبيبقى الميلاتونين والحاجات الكيماويه اللي في المخ عشان النوم بتكون كتير، فبتساعد على النوم. وهتصحى تكمل منبهات، وطبعا تتصل على الست الوالده، ده لوحده نص المجهود. تتصل على ماما تقول لها ماما انا عندي امتحان، ادعي. بس ماما تقعد مركزه معاك بطل الامتحان عشان تمشي مش بمجهودك، عشان مفيش مجهود، تمشي بستر ربنا وبتاع الست الوالده. بس طبعا عشان تجيب امتياز، في فيديو هحطه هنا اهو، ابقى روح اتفرج عليه. ودي نصيحه ما انصحش اي حد بيها ان هو يعملها، بس ده يعني زي ما بقول لكم كده لادراك ما يمكن ادراكه. اشوفكم الفيديو الجاي.